دخل على الضوء. انا كنت جاي اقدم على وظيفه مهندس. عندي خبره 3 سنين. وبعرف اشتغل على اوتوكاد وسكتش اب و تعرف ترسم؟ اه تعرف تغني؟ اه تعرف تلحن؟ اه تعرف تضحك؟ اه تعرف تمثل؟ اه والديب بجيبه وندين وعلى قد لحافك مد رجليك ودي العريش لخبزه والزمان بيعدي. والهرم واقف الهرم، تفتكر الهرم بنوا ليه؟ كمقبره الملك. سطحي، مرفوض. ازاي؟ احنا هنا بنحاول نفهم واحده من عجائب الدنيا، الاهرامات، في الحقيقة مش الأهرامات بشكل عام، ولكن احدث الاكتشافات. في الفترة الأخيرة بدأ يظهر كلام كتير عن اكتشافات جديدة تحت الأهرام، والغريبه بقى ان المره دي مش زي كل مره. عن اكتشاف مدينة كاملة تحت الأهرامات. الموضوع حصل اما مجموعه باحثين من ايطاليا واسكتلندا قرروا يستخدموا تقنيه راداريه الاس اي ار. وفي المؤتمر اللي اتعمل 15 مارس أعلن قائد المشروع عن وجود عالم كامل من الهياكل تحت الماء. واعلنوا عن وجود 8 اعمده بطول 650 متر تحت الارض. كتير قوي يا عم. وعلشان تتخيل تصميمها ركز معايا، في ملف كهربي معروف باسم تسلا كويل، وده بيقدر ينتج كميات كبيره من الكهرباء عبر الهواء لما بيتعرض لمجالات مغناطيسيه. ودي نفس فكرة الثمان أعمدة. طب تفتكر اكتشافات جديده؟ طب ايه، مش هيشوفوا الملك بحاجه؟ رايحين لفين ده انا الملك، نادي الملوك مين فيكم مشترك؟ غرفة الملك بتكوينها الرهيب وبتصميمها المبهر، فهم اكتشفوا 5 غرف كمان غير غرفة الملك ومشابهة ليه. فبكده وبالدراسات نقدر نقول إن الهرم بيركز تحته طاقة كبيرة إلكترومagnetic. وأكتر غرفة بيتركز فيها هي غرفة الملك. طب دول الأجانب، وما يرد مصر قال إيه؟ بس الدكتور زاهي حواس صرح إن مفيش أي أجهزة رادار من أي نوع استخدمت جوه الأهرامات، وكل اللي بيتقال ده مجرد إشاعات. يعني الناس بتحور. رايحين لفين ده انا الملك.